السلام عليكم. غلطة واحدة بس في المضاد الحيوي ممكن تخليه يفشل معاك للأبد، وغلطة تانية في المسكن ممكن يضر جدا كليتك ومعدتك. اتكلم على حاجة بتحصل ممكن في كل بيت ومع كل أسرة، الغلطات اللي بنغلطها وغلطات شائعة جدا مع معظم أنا هتكلم على الجزء الأول ويلا بينا نبدأ. رقم واحد، المضاد الحيوي. المضاد الحيوي مش لنزلة برد ولا انفلونزا. اتفقنا ان 90% من حالات البرد والانفلونزا بتكون فيروسي. المضاد هنا بيتعلم يعمل مقاومة ببلاش، صح؟ تعالج الأعراض زي ما اتفقنا، والمضاد الحيوي بوصفه وتشخيص بس. لو حد قال لك روح هات مجموعة البرد او اي مضاد حيوي من الصيدلية، هو كده بيضرك ودي مقامرة. غلطة رقم اتنين، ان انت توقف المضاد الحيوي اول ما تتحسن بعد يومين او ثلاثة والكورس بتاعك 5 أو 7، كده انت بتخلي البكتيريا تفضل عايشة وتتعلم تقاوم. نصيحة تكمل الكورس بتاعك للآخر 5 أيام، يعني 5 أو 7 يعني. الغلطة الثالثة، تشتري مضاد من غير روشتة. ممكن تختار نوع غلط او يتصرف لك نوع غلط والحالة اصلا ممكن ما تكونش بكتيريا. التشخيص الاول. الغلطة رقم 4، تاخد مضاد قديم متبقي من جرعه قبل كده او شراب يكون مفتوح عدت عليه فتره كبيره ممكن يكون فسد. كل كورس صحيح لازم يكون بروشته وتشخيص جديد. الغلطه رقم 5، تاخد بعض المضادات الحيويه مع لبن او زبادي او جبنه. زي ما قلنا برضو قبل كده، الكالسيوم بيرتبط ببعض المضادات خاصه التتراسايكلين والدوكسي والسيبرو والليفو، بيمنع امتصاصها تماما. الصح تاخده بميه وابعد عن الالبان بساعتين على الاقل. الغلطه رقم 6، المضادات الحيويه مع الاسنان مش كلها خراج ومش كلها بتحتاج مضاد حيوي. الصح طبيب اسنان يحدد اذا كنت محتاج مضاد حيوي ولا بس مضاد التهاب. هنبدا في الجزء الثاني، المسكنات وخافضات الحراره. الغلطه رقم 1 من المسكنات ان انت تاخد مسكن على معده فاضيه زي البروفين والكتافلان. انت كده بتعري جدار المعده، ممكن بسهوله يحصل لك لا قدر الله قرحه ونزيف. الصح ان انت بتاخده بعد الاكل حتى لو لقمه بسيطه. مفيش حاجه اسمها انا معدتي حديد، القرحه بتتعمل من غير ما تحس. الغلطه 2، تاخد مسكنين قويين مع بعض. انت كده ما بتضاعفش المفعول، انت كده بتضاعف الضرر اللي بيجي على معدتك وكليتك. نوع واحد كفايه، ولو مش كفايه تكرر بفواصل زمنيه ولازم تستشير طبيب. الغلطه رقم 3، تستخدم المسكنات اسابيع من غير متابعه مع طبيب. الصح لو احتجت مسكن اكتر من 7 ل 10 ايام يبقى لازم تقييم. بنادول وادول ودلبران عمال على بطال. خلي بالك الحد الاقصى للبالغ السليم 4 جرام في اليوم، يعني 8 اقراص 500 بالكتير قوي. باراستامول بيبقى مستخبي في ادويه البرد زي الوانتو 3 والكونجستال والكوماتريكس والفلوس توب، فلو انت جمعتهم مع بعض انت كده بتضر كبدك بشكل كبير. خد بالك لو الصداع كل يوم بيتكرر عليك وانت بتاخد كل يوم حبايه المسكن اللي هي الايبوبروفين او البايبروفينيد ال 150، ده صداع ترددي لازم تكشف وطبيب مخ واعصاب يقيم الحاله علشان ترتاح باذن الله تعالى. نبدا في الجزء الثالث، نقط الانف والودان. طيب النقط الاحتقان اكتر من 3 ايام بتعمل احتقان ارتدادي وادمان. الصح 3 ايام كحد اقصى، ولو هتستخدم حاجه استخدم محلول الميه والملح، ده بيرطب وامن. طيب لو حسيت ان انت مش قادر تتنفس بغيرها لازم تكشف، لان انت كده دخلت في مرحله الادمان للنقط دي. طيب نقط الودان من غير تشخيص، لو الطبله فيها ثقب والنقط ديت فيها مواد مهيجه ممكن تعمل لك لا قدر الله ضرر دائم في السمع او في الأذن. صح تكشف انف واذن وحنجره الاول. الغلطه اللي بعد كده، اعواد القطن جوه الودان ما بتنضفش، ممكن تزق الشمع لجوه وممكن تجرح او تثقب الطبله. وخد بالك ان اصلا الشمع بينضف نفسه تلقائيا، لكن لو هنحتاج ننضف الظاهر بس ببخاخات او نقط بسيطه جدا للاذن. طيب لو عايز الجزء الثاني من الحلقه بتاعتنا استنانا الحلقه الجايه، وفيها الجزء مهم جدا من غلطات شائعه جدا مع ادويه تاثر على دي كبسوله النهارده. وانا محمود الباشا.